موغادور أنفو، نافذتكم على أخبار الصويرة والعالم. تربيته تمرة في الوردة السواق بالوردة ديلاي خنيفها زايد خنيفها سنشماق زايد سنشماق منشا قاعد تغش الشمال وامري وين اسماء كلها ديال. لا شك أننا اليوم في شهر التراث بجميع تجلياته وأمام المادي منه وغير المادي، لنتخذ من الكلمة مطية تحملنا لسبر أغواره العميقة التي تعتبر سجلا أمينا على مراحل من هويتنا الثقافية التي لا نبغي بها بدلا، سواء كانت عربية أو أمازيغية، حسانية صحراوية أو جبلية أو غير ذلك. وبهذه المناسبة فإني أتقدم بالشكر والثناء إلى كل من ترك بصمة تراثية في صحائف هذا الوطن عموما وفي هذه الربوع خصوصا، شاكرا لكم حسن المواكبة والاستماع، الله ولي التوفيق. أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم جميعا في مدينة خنيفرة، ويسعدنا اليوم في جماعتنا الانضمام والانخراط الكامل للجهود المبذولة للوصول إلى أرقى ما يمكن أن يؤهل الشأن الثقافي في مدينة خنيفرة. ونحن اليوم فخورون أننا منذ تولينا التسيير بادرنا إلى تأهيل المركز الثقافي أبو القاسم الزياني الذي كان في حالة يرثى لها وكان يحز في القلب صراحة. واليوم الله عن الظروف توفرت وكانت عندنا الشجاعة التامة أننا ناخذ جميع التدابير المناسبة بتنسيق وثيق مع السيد العامل مشكورا. هي مناسبة السيد المدير لكي نناشدك أن تراعي الاهتمامات ديال مدينة خنيفرة. نحن اليوم عندنا واحد الاتفاقية متعثرة، اتفاقية ديال بناء مسرح بمدينة خنيفرة. بالأمس كانت عندي دورة ديال المجلس البلدي، الإخوان كله سالوا هذه النقطة هذه. كاين عندنا واحد الفراغ كبير فما يسمى الشق الثقافي في مدينة خنيفرة خصوصا المسرح. تنتمناو انكم تراعيوها مزيان. بغينا ماشي غير نعطيو الفلوس، بغينا نبدا نجيبوا الفلوس، نشوفوا الناس اشنو تدير، كيفاش تخدم. حنا عاونوا بلادكم. هذه هي النخبه ديال مدينه خنيفرة. النخبه ديال مدينه خنيفرة هي اللي عندها غيره على مدينتها، عندها بزاف ديال ماشي غير تشوف غير هادشي، تشوف اش ممكن يدار لو سافوار فير. شكرا للجميع. هذا البرنامج هو في الحقيقه بادره وبرنامج جيد والتفاته جيده باش نحافظوا على التراث ديالنا المادي ولا مادي. هذا من جهه. وهذا شهر التراث هو في الحقيقه خدمه للفرد والمجتمع،
وهو فرصة للتعريف بتراثنا سواء من الحواضر أو القرى. وكما لا يخفى على أحد فإقليم خليفرة هو غني بتراث ثقافي متنوع ولا يقدر بثمن، وعلى رأسه قطاع النسيج. هذا القطاع العريق الذي يعتبر من أهم الأعمدة الرئيسية للصناعة التقليدية. سأحاول إن شاء الله أن أعطي لكم نظرة موجزة عن الحرف المميزة للإقليم. سأبدأ بقطاع النسيج. حرفة الزرابي. تمارس حرفة الزرابي بإقليم خليفرة منذ عهد الحماية إلى العصر الحالي. في الواقع الوصلة الفنية التي شاهدناها قبل قليل هي درس في التراث، لأن فيها إشارات، فيها رسائل، فيها تذكير، فيها ذكرى، وفيها حفز نحو ما يجب أن يكون عليه التعاطي مع التراث. كذلك اللوحات التي شاهدناها هي مرآة ديناميكية لتراثنا الثقافي، من منطلق أن هذا العمل وهذا الأسلوب وفي المبدأ أسلوب نسائي. وأقول لكم إن نساءنا، كل نسائنا أينما كان موقعهن، هن فنانات ومثقفات، ولا بد أن نقر بهذه الحقيقة، ولا بد أن نرسل هذه الحقيقة إلى العالم. تحية لكم جميعا. موغادور أنفو، نافذتكم على أخبار الصويرة والعالم.